لو بتدوري على احلى وصفة لبريوش شم النسيم، طري وهش وخفيف زي الاسفنج كده بالظبط، يبقى الفيديو ده ليكي. النهاردة هنعمل مع بعض بريوش شم النسيم بطريقة سهلة وبسيطة جدا وناجحة 100% من اول مرة. وكمان هنعمله بكذا شكل كده عشان الشكل اللي يعجبك تعمليه. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان نشوف كل التفاصيل والتكات بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة معايا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، حوالي 7 كوبايات ونص من مج الشاي اللي موجود عندنا في كل بيت، هوريهولكم دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. ضفت عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح. ده مج الشاي اللي هنعاير بيه الدقيق وهنعاير بيه السوائل. اظن مج الشاي ده موجود عندنا في كل بيت، اللي هو سعة 200 مللي من السوائل و134 جرام من المواد الجافة. ضفت كوباية من المية، مية فترة كده او تكون دافية زي دمع العين. هنضيف بقى معلقة كبيرة من السكر وظرف من الخميرة الفورية حوالي كده 10 جرام وندوبهم مع بعض. نركنهم على جنب دقيقتين 3 كده، هتلاقي الخميرة عملت فقاعات كتير على الوش كده، بتكون كده نشطة وفعالة، تقدر تكملي الوصفة بتاعتك. لكن لو ما عملتش الفقاعات دي تعرفي ان الخميرة مش كويسة، ما تكمليش العجن بيها. بعد كده بقى الخميره عملت فقاعات كده معانا، هنكمل باقي المكونات بتاعتنا. انا معايا هنا كوبايه الا ربع من السكر حوالي كده 150 جرام، ومعايا 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ، ضفت عليهم 2 ظرف من الفانيليا ومعلقه كبيره من الخل علشان زفاره البيض، وكمان الخل بيساعد على هشاشه العجين. ضفت كمان معلقه كبيره من اللبن البودره وممكن تستغني عنها خالص. بعد كده هزود كوباية من اللبن الحليب حوالي كده 200 مللي من اللبن. هندوب بقى كل المقادير كده مع بعض عشان تكون جاهزة معانا ونبدأ العجن على طول. عايزة تضيفي كل المكونات على الدقيق وتبدأي تعجني مفيش اي مشكلة. انا معايا هنا 150 جرام من المادة الدهنية، يا اما زبدة يا اما زيت على زبدة زي ما انا عاملة كده، يا اما زيت بس زي ما تحبي المتوفر عندك. بس بصراحة الزبدة بتنقل البريوش في حتة تانية خالص. انا ضفت بقى 50 جرام من الزيت ودوبت كده كل المكونات مع بعض، وهنخلي الزبدة معانا للاخر كده هنلت بيها العجينة، والخطوة دي بتدي للمعجنات ريحة وطعم حاجة كده من الاخر. هنضيف بقى كل المكونات اللي احنا قلبناها كده مع بعض على الدقيق، وببدأ اقلبها كده بالمعلقة الاول او بالسباتولا بتاعتي لحد ما الدقيق يختفي، وبعد كده هننزل ببقية كمية اللبن اللي معايا بالتدريج واحدة واحدة. انا كان معايا في الكوباية اللي كانت معايا حوالي 265 جرام من اللبن. ضفنا الاول حوالي كوباية مع الخميرة، وبعد كده هننزل بالباقي واحدة واحدة بالتدريج. الخطوة دي مهمة جدا علشان نلت العجينة كويس جدا ونطلع العرق كده اللي موجود في الدقيق، والمعجنات بتاعتك تطلع هشة وخفيفة وتعيش معاكي اطول وقت ممكن. ودي اهم نقطة دايما باكد لكم عليها، لو متابعيني على القناة هتلاقوني دايما في فيديوهات المعجنات بقول لكم لازم نخدم العجينة صح علشان تدينا افضل نتيجة. هنا بعد ما العجينة بقى اكتفت من كمية السائل اللي معايا كلها وبقت طرية بالشكل ده، هننزل بمقدار الزبدة اللي معانا. الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ علشان تتعجن معاكي بالشكل ده. طبعا اول ما بتضيفي اي مادة دهنية للعجينة بتلاقيها بتقطع كده وشكلها مش بقى احسن حاجة. هنفضل نعجن مفيش اي مشكلة، لا تضيفي مية ولا لبن ولا دقيق ولا اي حاجة. هتفضلي تعجني في العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تلمي معاكي، وهوريكي القوام بتاعها المظبوط دلوقتي. شايفين بقت عاملة ازاي؟ شربت كمية الزبدة اللي انا ضفتها ولمت من الطبق، والطبق بقى نضيف خالص، وايدي كمان بقت نضيفة، ما عادش فيها اي فتافيت عجين كده او في الطبق ملزق فيه عجين كده. خلاص يعني انت في المرحلة اللي قبل الاخيرة. هتنزليها كده على الرخامة او في الطبق زي ما هي مفيش اي مشكلة. تفضلي بقى تلت فيها وتعجنيها بالشكل ده. لما تمسكيها وتمطيها كده وتلاقيها مقطعة وشكلها مش حلو، تكون كده لسه محتاجة ان انتي تعجنيها كويس جدا. لو مسكتيها كده ولقيتيها بتمط معاكي وناعمة وطرية بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين كمان ملساء ازاي ناعمة ازاي كده، خلاص مظبوطة معانا، واحنا كده وصلنا للقوام المظبوط اللي احنا عايزينه. شايفين الجمال ما شاء الله. هجيب بقى الطبق بتاعي واحط فيه معلقة من الزيت وابدأ اغلف كده العجينة كويس جدا، واغطيها بكيس وبعد كده بفوطة، واسيبها كده في مكان دافي تخمر معايا. هسيبها كده من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب الجو عندك. تعالوا في الوقت بقى اللي العجينة هتخمر فيه هنحضر الحشوة الخطيرة اللي وريتها لكم في اول الفيديو. انا معايا هنا معلقة كبيرة مش مليانة قوي من الكاكاو الخام، ضفت معاها 3 معالق كبار من السكر،
وظرف من الفانيليا. الحشوة دي خطيرة جميلة جدا، تقدري تعملي بيها اي معجنات كده تكون طعمها جميل جدا. هقلبهم كده مع بعض وهركنهم على جنب لحد ما العجينة بتاعتي تخمر بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال ما شاء الله، هشة وخفيفة، تحسيها كده عاملة زي الاسفنج بالظبط. هنزلها بقى على الرخامة كده علشان ابدأ اهبط الخمر بتاعها وابدأ اقطعها. ممكن تقطعيها وهي في الطبق عادي، مفيش اي مشكلة. شايفين كمية الهواء اللي في قلب العجينة ما شاء الله جميلة جدا. هبدأ اقطع بقى العجينة بتاعتي كده لكور صغيرة. حجم الكورة كان حوالي كده 60 جرام، كان الحجم معقول جدا. بنلف بقى العجينة بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، عجينة طرية كده بس مش بتلزق في الايد. هكتب لك برضو كمية السائل اللي انا استخدمتها، المية والحليب، في صندوق الوصف تحت الفيديو. وطبعا بكتب لك كل المقادير مكتوبة بالكوباية وبالجرام. هقطع بقى العجينة بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده وبحطها على اي طبق كده، مسحاه مسحة زيت خفيفة جدا او رشة دقيق خفيفة جدا. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ انا بحطها جنب كده على الرخامة بقى علشان نبدأ نشكلها على طول. وهوريكم كده كذا طريقة للتشكيل جميلة جدا وسهلة جدا. تعالوا نتكلم على المقادير بتاعتنا اللي احنا استخدمناها كده بالتفصيل. ولو مش موجود عندك مكون ممكن تستبدليه او ممكن تستغني عنه خالص. طبعا احنا استخدمنا خليط من اللبن والمية، ممكن تستخدمي لبن بس او مية بس، مفيش اي مشكلة. معلقة اللبن البودرة اللي انا استخدمتها ممكن تستغني عنها خالص. مقدار الزبدة والزيت ممكن تلعبي فيه براحتك، يعني هو 150 ممكن تخلي نص زبدة ونص زيت، او زي ما انا عملت كده ربع زيت والتلات ارباع زبدة. كمان مقدار السكر ممكن تزوديه براحتك خالص، معاكي لحد 200 جرام من السكر لو انت حباها تكون مسكرة شوية. وده عملناه كتير قبل كده على القناة، لان احنا عملنا طرق كتير للبريوش وباشكال مختلفة. تعالوا بقى نفرد العجينة بتاعتنا ونشوف التشكيل اللي مفيش اسهل منه. طبعا انا بعد ما قطعت العجينة كلها لكرات صغيرة غطيتها كده بكيس وبعد كده بفوطة، وببدأ بقى اخد اول كورة انا قطعتها وبفردها بايديا زي ما شفتم كده. ومعايا معلقة او معلقتين من الزبدة الطرية. باخد يدوب حاجة بسيطة كده لا تذكر، يعني حاجة مسحة بسيطة كده من الزبدة بالفرشة كده على العجينة بعد ما بفردها. وببدأ احط بقى الحشوة اللي احنا حضرناها مع بعض. انا بحط الزبدة بس علشان الحشوة كده تمسك في العجينة وتمسك في الزبدة وما تقعش مني. بعد كده ببدأ الف العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واقفل الاطراف كويس جدا علشان الحشوة ما تخرجش معايا وانا بشكل العجينة بتاعتي. بعد كده ببدأ ابرمها كده، يعني اديها فردة بسيطة بس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وباخد بقى طرف العجينة بقلب كده العجينة على التقفيلة اللي انا قفلتها، وباخد الطرفين واحطهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وابدأ اقلب العجينة على الجنب التاني واضغط عليها ضغطة بسيطة كده عشان تمسك مع بعضها. وبأي قطاعة بقى او سكينة ببدأ اعمل خط من ناحيتي وخط من ناحيتي، بحيث ان القطعتين يكونوا قد بعض. وكمان في نفس الوقت ما بوصلهمش ببعض علشان تفضل ماسكة كده العجينة مع بعضها. وبلف الطرفين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتكون عاملة معايا كده زي فراشة او فيونكة، شكلها جميل جدا. اظن الفيديو موضح كل حاجة، انا مش عارفة اشرح لكم بالظبط. هعمل معاكم كمان واحدة علشان تشوفوا انا عملت ايه بالظبط. بفرد العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بايديا عادي خالص، لانها عجينة طرية بتتفرد بكل سهولة. مسحة الزبدة بتاعتي، وبعد كده هنحط شوية من الحشوة. ما تكتريش حشوة عشان ما تقعش منك بعد كده لما تفتحي العجينة، يدوب بس كده حاجة بسيطة. نبدأ بقى نلف العجينة ونقفلها كويس جدا ونديها برمة كده بالشكل ده. شايفين؟ اظن مفيش اسهل من كده، سهلة وبسيطة وكمان شكلها جميل جدا. بضغط عليها كده ضغطة خفيفة جدا عشان تتفرد معايا، وبشيلها بقى في الصاج دهنين ومسحة زيت خفيفة جدا. هعمل معاكم كمان واحدة في السريع كده علشان تشوفوا انا عملت ايه بالظبط. كمان الحشوة اللي معانا دي ممكن تزودي لها كده سنة قرفة صغيرة، هيكون طعمها جميل جدا. او ممكن تحشي سكر بس مفيش اي مشكلة. شايفين؟ ما شاء الله. هبدأ بقى ألفها كده، وانتي بتلفيها الطرفين دول يمسكوا في بعض كده علشان تدينا الشكل الجميل ده. هنا بعد ما خلصت الصاج كده
خلاص كده الشكل ده خلص. هنركنه كده على جنب ونغطيه فوطة ونسيبه في مكان دافي يخمر معانا. تعالوا نعمل الشكل التاني. باخد بقى كورة وببدأ افردها كده بايديا، وبعد كده ببدأ ابرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما كنا بنعمل كده العيش الفينو. وبعد كده ببدأ امطها بقى كده، اكبرها شوية علشان نشوف هنعمل الشكل انهون. بس اهم حاجة وانت بتفرديها بالشكل ده تكون العجينة كلها قد بعضها كده، والسمك كله يكون زي بعضه. باخد طرف العجينة بقى وابدأ الفها بالشكل ده، والفها كده زي الحلزونة كده حوالين نفسها. شايفين؟ هاخد بقى الطرف الاخير كده احطه من تحت علشان ما يفتحش معايا وقت التخمير ولا وقت التسوية. هعمل معاكم كمان واحدة في السريع علشان تشوفوا انا عملت ايه بالظبط. واغلبنا طبعا عارف الشكل ده، اوقات بنقول عليه فريسكا او بنقول عليه شريك او بنقول عليه بريوش، زي ما تقولي بقى عليه، بس هو شكل جميل جدا. شايفين؟ اظن مفيش اسهل من كده. برضو عملت الصاج ده وخلاص. هنعمل بقى الشكل الاخير. تعالوا بقى نفرد العجينة بنفس الطريقة ونبدأ نبرمها بالشكل ده، وهنفردها فردة تكون طويلة شوية علشان نعرف نشكلها. وطبعا الشكل ده عملناه قبل كده مع بعض، كان جميل جدا والعجينة بتاعته كانت اقتصادية. هنبدأ بقى نفرد العجينة كده، وبعد كده هاخد الطرف ده وابدأ ادخل الطرف ده في قلب العجينة، وابدأ الفها بالشكل ده، واخد بقى الطرف التاني ادخله من تحت. هيطلع معاكي ضفيرة شكلها جميل جدا. هنا انا عملتها بالراحة خالص علشان تشوفوا انا عملت ايه. هعمل معاكم كمان واحدة في السريع برضو علشان تشوفوا الشكل بالظبط. زي ما قلت لكم احنا عملنا الشكل ده قبل كده، وكمان عملنا الضفيرة الكبيرة اللي هي بنعملها ثلاثية كده، كانت برضو جميلة جدا. هسيب لكم صورتها في اخر الفيديو. شايفين؟ ما شاء الله جميلة جدا. طبعا القطعة اللي بخلصها بحطها في الصاج مسحين ومسحة زيت خفيفة جدا. بعد ما بنخلص الكمية كلها بنغطيها كده ونسيبها في مكان دافي حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة تخمر معانا وتضاعف حجمها بالشكل ده. لما تخمر معانا بجيب معايا بقى اي دهان وش انت عايزة تدهنيه، يا صفار بيضة وكيس فانيليا، يا شوية لبن بشوية سكر زي ما انا عملت كده، يا شوية مية وشوية سكر اللي متوفر عندك. بس انا بصراحة بفضل اللبن مع معلقة من السكر كده، بيدي لون جميل جدا، وكمان مش بيدي زفارة كده زي صفار البيض اللي بندهن منه المعجنات. لان طبعا انا بعمل المعجنات دي وبشيلها في الفريزر فبتقعد معايا وقت طويل. لو احنا دهنا بصفار البيضة بتحس كده ان في ريحة زفارة في المعجنات، لكن بصراحة لما بدهنها باللبن بتكون جميلة جدا. على الرغم ان العجينة فيها بيض من جوه بس ما شمتش اي ريحة زفارة، على الرغم انها بتقعد معايا فترة طويلة جدا في الفريزر. شايفين بقى العجينة بتاعتنا طرية وهشة ازاي؟ المقطع اللي قبل كده كانت لسه طالعة من الفرن وكانت طرية بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو حسيتيها طلعت منك ناشفة شوية، بالبخاخ اللي كان معاكي كده ورش عليها شوية من اللبن وغطيها بفوطة وسيبيها ترد كده من حرارة الفرن في الصاج زي ما هي، هتطلع طرية جدا معاكي. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. تعالوا بقى نتكلم عن التسوية المظبوطة علشان كلام خدنا كده. طبعا في الوقت اللي المعجنات بتاعتك بتخمر فيه بتشغلي الفرن من تحت بس على نار عالية علشان يسخن معانا، لان دايما بقول لكم ان احنا لازم ندخل المعجنات على فرن سخن كويس جدا علشان تاخد تسويتها المظبوطة وما تغيبش معاكي في الفرن وتطلع طرية. لو خدت وقت طويل في الفرن هتطلع ناشفة منك. بعد كده لما الفرن يسخن كويس جدا بنحط بقى الشبكة على الرف اللي مقارب لأرضية الفرن، يعني اخر درجة كده في الفرن، وبندخل الصاج بتاعنا. بيقعد معانا من تلت ساعة، يعني من 20 دقيقة ل25 دقيقة على حسب الفرن بتاعك وعلى حسب الحرارة. بشغل الفرن من تحت بس، كل شوية ببص على الصاج بلففه الناحية دي شوية والناحية دي شوية علشان ياخد لون موحد وتسوية موحدة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو حسيتي ان هي ما اخدتش لون حلو من فوق ممكن تشغلي الشواية اخر دقيقة كده او ثانية بس، يدوب حاجة كده بسيطة علشان تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وفي اغلب الوقت بتاخد اللون بتاعها وقت التسوية. اول ما بتخرج من الفرن لو حسيتيها ناشفة معاكي اديها كده شوية من اللبن اللي احنا دهنا بيه الوش قبل ما تدخل الفرن، وغطيها بفوطة وسيبيها كده حوالي 10 دقايق في الصاج زي ما هي ترد من حرارة الفرن.
بعد كده بنشيلها في كيس تلاجة كل شكل لوحده كده على قد الكمية اللي انا عايزاها، وادخلها الفريزر. وبعد كده بطلع الكيس اللي انا عايزاه اسيبه شوية يفك، هتلاقيه رجع طري معاكي كأنك لسه خبزاها دلوقتي بالظبط. شايفين الجمال؟ نسيت اقول لكم اللي احنا حطيناه على الوش ده شوية من السكر الحبيبات عادي خالص. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه. ودي الاشكال اللي احنا عملناها قبل كده للبريوش، جميلة جدا. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.